السلام عليكم. انت لسه بتقلي البتنجان؟ وفري بقى الزيت اللي انت بتقلي بيه البتنجان، وهاتيلي بس منهم 4 معالق كبار من الزيت، وهعملك العظمة اللي انت شايفاها دي. ايوه، يلا بينا نشوف الطريقة على طول. معايا نص كيلو من البتنجان غسلته كويس وفتحته بالشكل ده كده. تمام. معايا بقى جزر مبشور، معايا كمان 4 حبايات من الفلفل الرومي، معايا حبايتين من الطماطم، ومعلقه صغيره من الثوم المفروم. كل ده هتحطيه في الكبه وتفرمه كويس جدا جدا. تمام. هنزل بالمكونات دي في الطبق بالشكل ده وهقلبهم، وكمان هضيف عليها نص كوبايه صغيره من الخل، كوبايه الا ربع من الميه. هضيف كمان التوابل، هضيف كمان الكمون، الملح، كزبرة، هضيف كمان الشطة. تمام كده. هجيب بقى كمان ليمونتين كبار كده، ليمونتين حلوين كده كبار، وهعصرهم بالشكل ده. ادي تاني واحدة اهي وهعصرها. لو وصلت لحد هنا يا قمر ما تنسيش تعمل لايك واشتراك للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. وهقلب المكونات بالشكل ده كويس جدا. تمام كده. هجيب بقى البتنجان بتاعي واحشيه. ايه ده، انت هتحشي البتنجان ني؟ ايوه هحشيه ني، هحشيه بالشكل ده زي ما انت شايفاه كده اهوت. وشوفي الطريقه للاخر عشان بجد الوصفه هتدهشك، الوصفه خطيره جدا. هحشي البتنجان بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، هفتحه واحشيه بالشكل ده كده، واجيب اي طاسه او صينيه عندي وابتدي ان انا ارصهم فيهم. تمام. وقعت مني، مش عارفه البتنجان بيزحلق مني ليه، مش عايز يتحشي، مش عارفه ليه. انا بهزر طبعا، بس هو فعلا اتزحلق مني. هبتدي ان انا احشيهم بالشكل ده كده اهو. تمام. هجيب بقى طاسه صينيه عندك وهبتدي ان انا ارصهم بالشكل ده كده. وطبعا ما تنسيش الدقه اللي انت عملتيها الحلوه دي، وهتنزلي بيهم كده. تمام. وهتبتدي ان انت بقى ايه 4 معالق بقى كبار اللي انا قلتلك عليهم الزيت، ورشيهم كده من فوق، وغطيهم وسيبوهم ربع ساعه. تمام، على نار وسط. اول ما تحطي بقى الشوكه كده وتلاقيها استوت كده وقلبها طري، اطفي عليها على طول. ايه رايك بقى على الطريقه العسل دي؟ ما شاء الله. عايزه اقولك بقى ريحته وطعمه حاجه كده ما شاء الله، خطيره خطيره جدا. جربي بقى الوصفه الحلوه دي. وبقى ايه، وانسي بقى القلي والزيت، طبعا الزيت غالي جدا. انسي بقى القلي والحاجات اللي انت ايه بقى ايه وفريها، واعملي بقى الطريقه الاقتصاديه الحلوه دي. طعمه خطير، دايب، وفي نفس الوقت ماسك نفسه. طعمه حلو قوي، ريحته حلوه قوي جدا. مش عارفه اقول ايه، جربيه وتسلم ايدك مقدما. شايفه ما شاء الله عامل ازاي. يلا اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.